نهارك سعيد. ان شاء الله ما تشوف ريحة السعادة. اللهم اني صايم. خدي اغسلي لي المنديل ده يا سميرة، خلينا نقصر الشر. حاضر. نعم نعم، بتؤمر وتنهي كده ليه في بنتي يا سبعجر؟ لو انت اشتريتها جارية، لو انت واخدها اسيرة، ما تجيب لك يا ضنايا غسالة تغسل لك حاجتك. عاجبك كده يا سميرة؟ يا ماما. ايه ماما؟ عاجبك كده انتي؟ عاجبك كده؟ يركب على نافوخك ويركب على نافوخي انا رخرة عشان خاطرك؟ يا ستي دي مراتي وانا حر فيها. حر فيها يعني ايه يا اللي ما عندكش ريحة الفناس؟ فينيس؟ فينيس دي ايه؟ معرفش، انا سمعتها كده. يعني عايزاني اغسل المنديل انا بنفسي؟ قولي، هو منديل مين فيكو؟ منديل يا ست. خلاص تغسله انت. الله، ليه بقى؟ كل واحد مسؤول عن ممتلكاته. ايوه يا ستي، لكن دي مراتي والزوجة لازم تغسل وتطبخ وتكنس، هي كلها ممتلكاتي. الكلام ده كان زمان وجبر، ايام الفوضى، ايام اليغمة. لكن دلوقتي الست زي الراجل، لازم الراجل يتعاون معاها. يتعاون معاها في الغسيل وفي الطبيخ كمان. اذا بقى انا اقعد اطبخ واغسل هنا، وهي بقى تبقى تروح المصلحة بدالي. وماله، ما هي الست زي الراجل تروح. انت بتعمل ايه في المصلحة؟ بتروح تقعد على مكتبك، تحط رجل على رجل وتطلب فنجان القهوة وتقرا الجورنال. تروح بنتي تعمل كده، تحط رجل على رجل وتشرب فنجان القهوة وتقرا الجورنال. دي حاجة بسيطة قوي، انا اعملها. كفاية بقى يا ماما. ايه اتضايقتي يا اختي قوي؟ كفايه؟ يا سلام، اتوجعتي له، ما تتوجعيش لامك ليه؟ امك الغلبانه، امك المسكينه. اللهم اني صايم. قومي يا سميرة اغسلي المنديل. ما تقوميش. قومي يا سميرة. ما تقوميش. بقول لك قومي. انا بقول لك ما يا تقوميش. ناس كفاية بقى كفاية، هدنة حيرتوني زهقتوني. انا بصفتي امك لازم ادافع عن حقوقك الشرعيه. وانا بصفتي جوزها لي عليها حقوق شرعية. يا اخي جا كسر حقك منك لها. الحقوق قال يا اخويا كتر خيرها انها متجوزاك. لا من فضلك، انا نعم انت انت تسكت. حاضر. اللهم اني صايم. اوعي تاني مرة يضحك عليكي ويخليكي تشتغلي في البيت زي الخدامة، ايديكي تخسر. اذا كان عاجبه على كده عاجبه، مش عاجبه بيت ابوكي مفتوح. اللهم اني صايمة. اللهم اني حفرقع. روحي شوفي مين بيدق الجرس يا سميرة. حاضر. اقعدي يا سميرة. قوم انت افتح الباب. كمان انا اللي هقوم افتح الباب؟ ليه لا؟ فاضي اهو قاعد. ما هي رخرة قاعدة فاضية اهي. ايش عرفك انها فاضية؟ ايديها فاضية لكن دماغها مشغولة، نافوخها بيشتغل فيك وفي بلاويك. حاضر يا ستي، حاضر يا ستي، حاضر من عينيا يا حماتي. هقوم افتح الباب. جاك حمى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اتفضل يا سي علي، جيت في وقتك. خش خش خش. مين؟ اخويا علي. اهلا اهلا اهلا. ايه الشقة الغريبة دي؟ اهلا بيك يا سميرة. اصل سألت على ماما قالوا لي انها عندكم هنا. ايوه هنا، تعالى يا ماما، اخويا علي جه. اهلا اهلا ابني حبيبي، اهلا يا روح امك. تعال يا علي، تعالى تعالى اقعد جنبي. ايه شقة غريبة، جاي هنا ليه؟ ايوه دلوقتي احكي لك. احكي لي يا ابني، اقعد جنبي اقعد. حاضر. مالك يا روح امك؟ حاضر. الحقيقة بقى ان انا مش عاوز اخبي عليكي،
ليه تخبي عليا ايه خير ان شاء الله؟ انا زعلان قوي. زعلان؟ زعلان من ايه يا حبيبي؟ احكي لي قول لي. حاضر. مراتي بوسينة مالها؟ غبت وراحت لاهلها. في 60 كشحة مع ألف سلامة. وإيه يا أخويا اللي مزعلها؟ دي يعني اللي مزعلاك قوي؟ ازاي بزعلش يا ماما؟ مش مراتي. انت مالك خايب كده زي أختك؟ وإيه سبب زعلها يا سيدي؟ بقول لها قومي اغسلي لي القميص، لوت لي بوزها وراحت شخطه فيا وقالت لي ما تقوم تغسله انت. اخص عليها أما بكحة. الله، تخليك انت يا راجل تغسل القميص وهي قاعدة؟ ايه ليه لا يا حمادي؟ الزوج مش لازم يعاون مراته؟ اسكت انت. حاضر. ها، وعملت ايه يا علي يا ابني؟ بعت القميص للمكواجي عشان يغسله بمعرفته. جاتك خيبة، طالع خايب لابوك. ليه لا يا حماتي؟ انت عارفة ان الزوجة لها حقوق شرعية ولا ايه؟ اسكت انت. حاضر. ما هو الحق عليك يا علي، ما انتش عارف تمشيها. الزوجة لازم تغسل وتطبخ وتكنس. الله، ليه؟ هي أسيرة ولا جارية يا حماتي؟ قلنا اسكت انت. لا اسكت ازاي بقى؟ ما انت زودتيها قوي يا حماتي. مش عارفة حضرتك ان الحاجات دي كانت زمان ايام اليغمة؟ دلوقتي احنا بقينا في العصر الحديث، والزوج لازم يعاون مراته في شؤون البيت. يعاونها في الغسيل؟ ويعاونها في الطبيخ كمان. هو اكتع ملوش ايدين زيها يا حماتي؟ كنوز الدراما. يا خبيث، يا مكار. مظبوط ولا لا يا حماتي؟ لا مش مظبوط. وش معنى بقى؟ ما تسيبني يا حبيبي اتفاهم مع ابني. حاضر. انت مالك؟ حاضر، خدي راحتك خدي راحتك. الزوجة يا ابني عبارة عن حتة قماش رجالي. الشاطر اللي ياخدها انقص شوية، واللي اشطر اللي يفصلها على قده. الزوجة يا ماما. يا اخواتي، حلاقيها منين ولا منين؟ منك ولا من جوزك؟ الله الله. هو خلاص. الله الله الله، ايه الحكايه يا جماعه؟ انتوا مالكم عمالين تحلقوا على بعض كده ليه؟ لا دي ليها اصل يا سي علي. اصل ايه؟ الست حماتي، او بعبارة اوضح الست والدتك بتقول. ما بقولش، مش هتكلم، مش هفتح بقي، خرست خلاص، مش هتحشر في وسطيكم، اتفلقوا ويا بعضيكم. هو خلاص الحما وقعت، هاتوا السكين. طب هنكتم. هوب. الف مبروك يا حماتي. والنبي ما انا قاعدالكوا، انا هقوم اروح. لا والله العظيم يا حماتي ما انت قايمة، لازم تفطري معانا النهاردة، بس على شرط. ايه هو؟ ما تفتحيش بقك. والنبي بعد النهارده مش هتحشر ابدا.